السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا احلى اخوات. النهارده ان شاء الله هنعمل البيتي فور الدايب التحفة ده، من احسن انواع او طرق البيتي فور اللي ممكن تعمليها، طريقة مضمونة جدا وطعم خيال، حاجة دايبة كده جميلة قوي. كل اللي هيدوق عندك هيحسب انك انت جايباه من افخم محلات الحلواني. بجد طريقة سهلة جدا، والمكونات كلها تقريبا موجودة عندنا في بيتنا. وانا هقول لكم ان شاء الله الطريقة والمقادير بالظبط بالكوبايات، واقول لكم بالجرامات كمان. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة وجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقة، ما تنسينيش بقى في اللايك من ايدك الحلوة، وشير كتير كتير عشان تعم الفايدة وليكي الأجر إن شاء الله. يلا بينا بقى عشان نشوف البيتي فور التحفة الدايب الجميل ده اتعمل ازاي. يلا بينا. معايا المكونات بتاعتي: 500 جرام من الدقيق، 375 جرام من الزبدة، ومعايا 125 جرام من السكر. هقول لكم طبعا المكيال كمان بالكوبات هيكون ازاي، وهكتب لكم كله في صندوق الوصف. معايا بيضة كاملة، من البيضة كاملة وصفار بيضاية. هيطلع معاكي دايب حلو قوي. ولو انت بتحبي دايب اكتر من كده كمان تقدري تستخدمي كله، يعني صفار بيض مش بيض بس لوحده. طبعا كل المكونات بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ، لان لو حطيتي فيه حاجة ساقعة وحاجة عادية هتفصل معاكي الزبدة. فطبعا ال 500 جرام من الدقيق ما يعادل 3 كوبايات ونص من الدقيق، و375 جرام من الزبدة ما يعادل كوباية ونص مع معلقة كمان كبيرة. وال 125 جرام طبعا من السكر، اللي هي عبارة عن كوباية من السكر. طبعا المكيال ده بالكوباية العادية كده اللي بنشرب فيها الشاي العادية اللي في كل بيتنا كله. وهبتدي طبعا انت ممكن تقدري تستخدميها كلها، تشتغلي بايديكي مش بالعجان. انا عملت الصابليه معاكم في الفيديو اللي قبل كده، واشتغلت كله بايديا مش بالعجان كمان. عايزه اقول لكم انا بعد ما اشتغلت في العجان ندمت، كنت عملتها بايديا كانت احسن بكتير، لان الكميه طبعا كانت صغيره معايا. هبتدي طبعا اضرب السكر مع الزبده لحد ما تبقى كريمي، ومعايا كمان رشه الملح بتاعتنا، ومعايا نص معلقه صغير من الفانيليا. عايزه اقول لكم ان في مكون سري جدا هقول لكم عليه عشان يطلع البيتي فور بتاعك نفس طعم بتاع المحلات بالظبط. هبتدي اضرب بقى الزبده بتاعتي مع السكر لحد ما تبقى كريمي معايا وتتضاعف معايا الحجم بتاعها. طبعا اهالينا زمان كنا بنشتغل بالمضرب السلك وبنشتغل بايدينا، كان بيبقى جميل جدا وما بياخدش وقت معانا اطلاقا والله. يعني البيتي فور في 10 دقايق بالظبط هيكون جاهز معاكي. ضربت الزبده بتاعتي لحد ما لونها فتح كده وبقت كريمي خالص، وتضاعف حجمها. بعد كده هبتدي انزل عليها بالبيض بتاعي. طبعا انتي تقدري لو هتستخدمي كله صفار بيض هتحطي معلقه صغيره من البيكنج باودر. وطبعا في المقادير دي كمان لو حابه تستخدمي البيكنج باودر مش هيجرى حاجه لو حطيتي معلقه صغيره ممسوحه، معلقه صغيره ممسوحه بس، ما تحطيش اكتر من كده عشان ما يفرش معاكي. هبتدي انزل بقى بالبيض بتاعي على المكونات بتاعتي دي، واضربهم كمان ضربه قبل ما انزل بالدقيق بتاعي. طبعا انا في الصابليه ما استخدمتش بيض خالص فيها، وكانت وصفه حلوه جدا، اتمنى تشوفوها ان شاء الله. بجد كان صابليه تحفه جدا وخطير. هبتدي انزل بقى بالدقيق بتاعي، وطبعا الدقيق هتنزلي بيه يا دوبك هتلمي بس. المكون بقى السري بتاعي عشان تطلع الوصفه معاكي زي بتاعه المحلات بالظبط: معلقه كبيره من اللبن البودر، بتدي تست حلو قوي قوي معاه بجد. معلقه بسيطه كده من اللبن البودر عملت تحفه. طبعا لو مش متاح عندك تقدر تستغني عنها، بس زي ما قلت لك هي بتدي تست حلو قوي. انا يا دوبك الدقيق يلف لفه، مش عايزاه اعجنه. انا مش عايزه اعجنه، انا عايزاه يتلم، لانك انت لو عجنتي البيتي فور هينشف معاكي ويخشب. احنا عايزين يطلع دايب كده وشبه بتاع المحلات خالص. احنا هنشتغل كله بكيس الحلواني. طبعا انت لو عايزه تشتغلي بالماكينه هتزودي كمان نص كوبايه من الدقيق. انا طبعا هشتغل بالكيس الحلواني دي اللي انا استخدمتها معايا، شايفين عامله ازاي. هبتدي احطها في كيس حلواني، اللي هي الكيس اللي هي، انا طبعا كان استخدمت السيليكون ده بس للاسف ده مشروع فاشل جدا، اوعي يكون قدامك وتجيبيه خالص. انا جبته كان اول استخدام ليه باظ معايا وفتح معايا، وهتشوفوه دلوقتي معايا. انا استخدمت كيس الحلواني اللي هو بيستخدم مره واحده. اه طبعا بجيبه مش بستخدمه مره واحده ولا خالص، يعني انا بجيبه واغسله عادي واستخدمه كذا مره لحد ما يبتدي يبوظ معايا ويدوب كده، احس ان هو خلاص يبقى كده خلاص معايا. عايز اقول لكم ان العجينه كانت طريه جدا وبتشتغل بسهوله جدا، ما بتتعبش معاكي اطلاقا. يعني انت بتتكي كده بتحصل معاكي بالبلبله بتاعتنا او الاسطمبه اللي موجوده معانا دي. بصوا سهله ازاي، نزلت بسهوله جدا، العجينه بتاعتنا جميله جدا.
والله يا جماعة ما خدش وقت إطلاقًا ولا في عمايله ولا في تشكيله ولا في أي حاجة خالص. بُصّوا بقى دي اللي أنا قُلت لكم عليها بصراحة فاشل خالص، اوعي يكون قدّامِك وتجيبيه بحق الله. أنا جبت الكيس العادي جدًا وحطيته حتى في كيس الكبير، بس ما استخدمتوش، لقيت إن الكيس ده الكبير الحلواني ده تقيل جدًا على إيديّا أساسًا، ما تعبني بصراحة. فبعد كده شِلته واستخدمت اللي هو الكيس اللي هو البلاستيك اللي هو متعدد الاستخدامات. كان سهل معاه جدًا في التشكيل وما جرالوش أي حاجة خالص. خلّي بالِك في أنواع طبعًا منه، أنتِ جيبي النوع التقيل منه. عايزة أقول لِك مش غالي الكيس ده بجنيه تقريبًا. بتجيبي عبوة على بعضها ما بتكمّلش ب10 جنيه، فيها 10 أكياس، حلوة جدًا واستخدميها عندِك مش هيجرى لها أي حاجة. طبعًا بتبقى موجودة في محل مستلزمات الحلويات. زي ما أنتم شايفين بقى تشكيلة بقى اللي أنتم عايزينها، أنا عملت التشكيلة اللي هي الأشكال اللي هي إيه، التقليدية اللي موجودة في كل محلات الحلواني اللي أنتم شايفينها، اللي هو الشكل الطويل ده والشكل اللي هو المدوّر العادي جدًا دوّة معانا الورد ده. أنا هابتدي أشكِّل معاه في الصينية بتاعتي، وطبعًا البيتي فور بتاعنا لمّا كان بيطلع فيها كده جزء فوق كده، كنت باضغط عليه بصُبعي ضغطة بسيطة إن هي تبقى نازلة. طبعًا البيتي فور عايز درجة حرارة هادية خالص ل150، بيقعد معاكِ في الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. أنا مش عايزة درجة الحرارة بتاعته عالية، لإن أنا مش باشغّل عليه مروحة ولا حاجة، أنا باسيبه لحد ما ياخد اللون بتاعه الجميل الدهبي ده كده ويستوي معايا كويس. شايفة أنا عملت كمان شكل إزاي، حاولت أطلّع لكم الصينية، بس للأسف الضي بتاع الكاميرا بييجي في الصينية مش بابينها خالص والله معاكِ، كنت باحاول إن أنا أبين. شايفين سهلة خالص معايا إزاي في التشكيل. هابتدي أشكِّل بقى كل التشكيلات بتاعتي دي كلها، وأنا هاعمل كمان مقدار بالكاكاو. طبعًا لو هتعملي بالكاكاو هتشيلي معلقة من الدقيق وتحطي مكانها معلقة من الكاكاو الخام. زي ما أنتم شايفين هاشكِّل كل حاجتي كلها، وهاعمل مقدار كمان من الكاكاو، بس أنا مش هاصِرّه معاكم. وزي ما قُلت لِك هتشيلي معلقة من الدقيق هتحطي مكانها معلقة من الكاكاو. زي ما أنتم شايفين خلّصت الكمية بتاعتي كده. عايزة أقول لكم إن المقدار نُص كيلو عمل معايا 4 من السِّجان، 4 سِّجان بالضبط نُص كيلو. خلّصت بقى البيتي فور بتاعي زي ما أنتم شايفينه وسويته. أنا حبيت أوريكم الأكياس اللي أنا استخدمتها، وما استخدمتش الكيس العادي اللي هو القماش، واستخدمت الكيس البلاستيك، وكان سهل معايا جدًا في الاستخدام. وما شاء الله كمية البيتي فور كانت حلوة جدًا، جدًا. من الكيلو الدقيق أنا عملته نُصّين. عايزة أقول لكم طبعًا في صاج اتاكل، والله اتاكل من جماله بصراحة. بُصّوا ما شاء الله جميل إزاي، والتسوية بتاعته والرسمة بتاعته ما راحتش منه ولا أي حاجة خالص. شايفين جميل إزاي؟ بجد تحفة جدًا. ألف هنا للي هياكله واللي هياكله، وألف هنا في اللي هيعملها إن شاء الله وتكسب وهيكمّلها معانا. طبعًا زي ما أنتم شايفين الأشكال بتاعتنا حلوة جدًا وجميلة، والتسوية كمان كانت حلوة جدًا زي ما قُلت لكم. أنا هابتدي بقى أحشي البيتي فور بتاعي كل اتنين فوق بعضهم. أنا باحب أحشي البيتي فور بقى بتاعي مربى مع النوتيلا. بُصّوا دايب والله معايا، بيتهري معايا كده دايب جميل جدًا، بس مش دايب لدرجة إن هو يتهري معاكِ يعني. طبعًا دي مربى الحليب اللي أنا كنت عاملاها معاكم، والجناش الأبيض والجناش الشوكولاتة كنت عاملاها. طبعًا عملتها قبل كده في الصابليه كمان اللي كان قبل كده في طريقة تسويقه. وقُلت لكم لمّا تعوزوا أي طريقة من طريق الجناش أو مربى الحليب أو أي حاجة، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هانزّلها لكم في shorts في فيديو أقل من دقيقة إن شاء الله. هابتدي بقى ألزّق البيتي فور بتاعي، والزّقه بالنوتيلا ومربى الحليب والجناش والمربى، واخلّصه واجي لكم بقى هاقول لكم هنعمله إزاي بالشوكولاتة وطريقة تزيينه السهلة جدًا إزاي. يالّا بُصّوا بسم الله ما شاء الله شكله جميل إزاي. والله كان تحفة وخطير جدًا. اعمليه مش هتندمي أبدًا بالطريقة دي بإذن الله، وهتعتمديها معاكِ. البيتي فور ده هيفضل معاكِ على طول. طريقته حلوة جدًا وجميل بدرجة لا تتخيليها. ابتديت خلاص كده لزقت البيتي فور بتاعي. أنا ما عملتوش كله بصراحة، أنا عملت جزء منه بس لزقته. أنا باحب إيه، على قد كمية بكمية، لما تخلص معايا أبقى أحط كده وإيه وأعمل الحشوات بتاعتها. وفي كمية سبتها تاني من غير حشو خالص، سبتها أبقى لما عاوزة أعملها حشو أعملها. فزي ما انتم شايفين انا لزقتها كلها وجبتها، وجبت الشوكولاتات بتاعتي، شوكولاته بيضه وشوكولاته بالحليب وشوكولاته تانية. زي ما انتم شايفين الكميه التانية اللي موجوده معايا، انا ما حبيتش ازوقها وسبتها تاني معايا كميه حلوه قوي. غير اللي هو طبعا قلت لكم اللي هو التاكل. تشيليه بقى في قلب علبه كده محكمه بعيد عن الهواء، وشيليه وايه وشيليه بعيد اول ما ايه تخلصي تستخدميه. انا بصراحه بحب البيتي فور كده من غير اي تزويقات او حاجه، طعمه حلو جدا. بس بصراحه بالشوكولاته كمان كان تحفه وخطير قوي. زي ما انتم شايفين الشوكولاته بتاعتي انا مسيحاها، سيحتها على حمام بخار. وطبعا كل كوبايه من الشوكولاته عليها معلقه من الزيت، كل كوبايه عليها معلقه من الزيت عشان تساعد في التسييح بتاعها، وفي نفس الوقت بتديها لمعه حلوه معاكي في البيتي فور او اي حاجه هتستخدميها لتغليفها ان شاء الله. هبتدي اغطس بقى، امسك البيتي فور بتاعتي وابتدي اغطسها. هاخد بقى جزء من البيتي فور زي ما انتم شايفين اللي بيبقى عليه كده، لان هو ناعم معايا. فجبت فرشه عشان خاطر الايه الفتافيت اللي بتطلع معايا. انا طبعا زي ما قلت بص انا حبيت اوريكم الطريق الحته دي. انا ما عملت البيتي فور
كنت عامله السابليه قبل منها فزوقتهم الاتنين مع بعض. يعني جبت الشوكولاته وزوقت كله مع بعض. اعملي البيتي فور بتاعك واعملي السابليه واقعدي زوقيهم الاتنين في الشوكولاته مره واحده عشان ما تسيحيش الشوكولاته. ده كان السابليه بتاعي اللي انا عملته. اتمنى تشوفوا الفيديو، هيعجبكم جدا وهتعجبكم الطريقه ان شاء الله. طبعا حبيت اقول لك انك انت لما تبقي شغاله حاجات كده مع بعضها تشتغلي كلها تسويقها مره واحده، تبقى احسن لك واريح ليكي. زي ما انتم شايفين بالفرشه كده بتبقى نفض كده ايه، لو في اي كده من البيتي فور المهري معانا او حاجه كده فيه اللي هو في مكان منشف بتحط كده، بتحس ان هو بيطلع حاجات كده عشان ما تنزلش في الشوكولاته وتخلي الشوكولاته تنشف معاكي وتعرفي تعملي ايه، ما تطلعش كمان معايا في الصابليه والحاجات التانيه اللي كنت بزوقها. زي ما انتم شايفين بغطس كده نصها كده في قلب الشوكولاته، او تحط عليها فستق الكذاب او السوداني او مكسرات او جوز هند اللي متاح عندك. اي حاجه موجوده عندك فيها. كمان غطستها في قلب الشوكولاته كده في قلب الشوكولاته وطلعتها من غير اي حاجه. عملت بالسوداني وعملت بالفستق الكذاب. وزي ما انتم شايفين البيوتي فور ما خدش مننا وقت اطلاقا. والف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده خفيف ويعجبكم، ومستنيه تطبيقاتكم تقولوا ايه رايكم في الفيديو والكومنت بتاعكم الجميل واللايك من ايدك الحلوه دي. يا رب يكون الفيديو كده خفيف وما كنتش طولته عليكم، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عمله في رعايه الله وحفظه. حبايبي مع السلامه.